السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم طلاب جريد 4 عاملين ايه؟ هناخد مع بعض يا ولاد النهاردة lesson 4 concept 2 unit 1 اللي بنتكلم فيه عن ال communication عن التواصل. تفتكروا احنا يا ولاد كهيومنز ازاي بنقدر نعمل communication ما بيننا وبين بعض؟ ان احنا نقدر نعمل تواصل ما بيننا وبين بعض. طبعا احنا بنتواصل ما بيننا وبين بعضنا عن طريق ايه؟ الفون، عن طريق المسج، الايميلز، مش كده؟ يعني لمّا نيجي عايزين نتواصل مع بعض، إن حد بيبلّغ حد حاجة، حد بيكلم حد، بيستخدم حاجة من الحاجات دي عشان يقدر يتواصل مع الإيه، مع الناس اللي حواليه. طيب تفتكروا يا ولاد الanimals بتقدر تعمل communication زينا والّا لأ؟ طبعًا سبحان الله هُم الanimals طبعًا بيقدروا يعملوا communication زينا يا ولاد، بس بطرق مختلفة، ربنا خالق لهم طرق كده يقدروا هُم يعملوا نوع من الcommunication ما بينهم بعضهم، زي لغة تفاهم ما بينهم وبين بعض عشان يقدروا يعملوا adaptation مع الenvironment اللي حواليهم، يقدروا يتكيفوا مع البيئة اللي حواليهم، ويقدروا يكملوا حياتهم ويعيشوا. كل نوع من الanimals ربنا خالق له طريقة تواصل ما بينهم بعض بشكل معين. إحنا النهارده في الlesson بتاعنا هناخد example معانا وهو إيه؟ وهو الants اللي هو الants. الant اللي هي مين يا ولاد؟ اللي هي طبعًا الإيه؟ النمل، تمام؟ الant بتبقى live in إيه؟ colonies، بتعيش في مستعمرات. يعني إيه؟ أنت عمرك شُفت نملة بتبقى ماشية لوحدها كده منفردة كده مع نفسها كده لوحدها ماشية؟ لأ، أنت دايمًا بتلاقي النمل ماشي في إيه، في مجموعات كبيرة كده مع بعضيهم بعض، خطوط كده من النمل ماشية مع بعضها وأعداد كبيرة مش كده؟ الأعداد الكبيرة من النمل دي بنسميها إيه colonies، يعني مستعمرات، ماشي؟ الcolonies دي يا ولاد بتبقى إيه contain thousands of إيه individuals، بيكون فيها آلاف الإيه الأفراد، يعني كل colonies من دي بتكون فيها آلاف الإيه النمل، تمام؟ النمل الcolonies دي يا ولاد بتبقى متقسمة لgroups، ماشي، بتبقى عبارة عن إيه groups of ants، مجموعات من الإيه من النمل within a colony، تمام. والجروبس دي يا ولاد بتكون مالها have different rules، بيبقى كل مجموعة ليها rules معينة، ليها مهام معينة، ليها دور معين بتعمله في الإيه في الكولوني دي. where they have عندهم إيه developed system، عندهم أنظمة متطورة مالها help them، بتساعدهم divide إيه their work، إن هم يقسموا الشغل بتاعهم among themselves يعني ما بين نفسهم وبعض، تمام. هم عندهم أجهزة متطورة عشان يقسموا إيه الشغل ما بينهم وبين بعض، ماشي. يعني هم بيعيشوا بشكل منظم، مش بيعيشوا بعشوائي كده، لأ النمل والنحل بيعيشوا بطريقة منظمة، مش كل واحد كده يعتمد على التاني في إن هو يعمل، لا ده يعمل حاجة خلاص أنا مش هاعمل، لأ. النمل والنحل سبحان الله ربنا خالقهم بيبقوا منظمين، كل مجموعة عارفة شغلها، عارفة وظيفتها في الكولوني دي، في الإيه في المستعمرة دي، تمام. عندنا متقسم لإيه مجموعة اسمها إيه nurse، ماشي، nurse ants اللي هي النمل اللي هو شغالة، تمام، أو العاملة، تمام. والscout ants اللي هي بتبقى النمل اللي هو الكاشف، اللي هو بيستكشف، يدوّر على مكان الطعام، هنشوف مع بعض معناها إيه، اللي هو بيدوره إن هو إيه يستكشف المكان ويدوّر على مكان الطعام. وعندنا إيه الsoldier إيه ants اللي هي النمل اللي بيكون جنود، اللي هو بيحرس الإيه المستعمرة كلّها، ماشي. يبقى هُم متقسمين إيه nurse وscout وإيه وsoldier، ماشي. ال3 دول كل واحد فيهم ليه مهمة عارفها كويس أوي، وكل واحد بيلتزم بالمهمة بتاعته عشان يقدروا يعيشوا في المنظومة بتاعتهم بإيه بأمان. طبعًا دي طبعًا من صنع ربنا سبحانه وتعالى، هُم بيبقوا متقسمين كده، هُم بيبقوا عارفين كل واحد عارف دوره ومقسم دوره وعارف الrules بتاعته، عارف المهام بتاعته، تمام. How do groups of ants ماشي communicate with each other، يعني إزاي هُم بيتواصلوا مع بعض؟ تعالوا كده نشوف لمّا هُم بيلاقوا طعام when the food is low، ماشي، لمّا الطعام بتاعهم بيقل، الأكل بتاعهم بيقل، إيه اللي بيحصل؟ الnurse ant مالها send a smelly message، يعني إيه؟ يعني النمل اللي هو
بيكون النملة العاملة بتروح إيه، بتبعت رسايل بريحة smelly يعني ريحة كريهة كده ماشي، تصدر زي ريحة كريهة كده يفهموا منها الscout ants إن هُم في إيه، إن في الطعام نقص، إن خلّي بالكم إن الأكل بدأ يقل. يبقى عندنا الnurse ant أول ما بيكون الأكل قَل تعمل إيه send smelly message تبعت رسالة بريحة كريهة ماشي، تعمل إيه to إيه scout ants للنملة اللي هي بتكون إيه وظيفتها الكشف عن الطعام، اللي هي قُلنا اسمها إيه scout ants which are responsible for اللي هي بتكون مسؤولة عن إيه locating food إن هي تبقى مسؤولة عن تحديد الإيه الطعام. يبقى أنا عندي هنا الscout دي بيكون وظيفتها إن هي تعمل إيه locating food إن هي تحدد مكان الأكل تمام، ده إمتى لما يكون الfood is إيه is low تمام، بعد كده بيحصل إيه the scout ants إيه تعمل إيه respond by sending إيه بتستجيب بالإيه sending smelly message to تعمل إيه إن هي تنبههم الants تعمل إيه where to find إيه food عشان إيه إن هي لقيت إيه الطعام تمام، إن هي بتعمل هي كمان smelly message عشان إيه تنبههم إن هي لقيت الطعام تمام، خلاص يبقى إحنا هنا أهو خلاص عرفنا إن لما يكون الفود قل عندهم الأكل قل عندهم بيحصل إيه الnurse ant send smelly إيه message to mean scout ants خلاص عشان هي الscout ant هي اللي هتعمل located food هي اللي تدور على الفود طيب خلاص هي لقيت الفود بقى تمام تروح تعمل إيه send smelly message to إيه عشان تنبههم إيه الants وإيه where to find إيه food إن هي إيه إن هي لقيت الإيه الطعام خلاص أنا لقيته تمام، عندنا في ملحوظة إن الsoldier ants دي إحنا قُلنا إن هي إيه دي النملة اللي هي وظيفتها الجنود الحرس مالها also use إيه بتعمل smelly message برضه to إيه communicate if there is a danger ماشي لو في أي danger قريب منهم بتعمل إيه تعمل برضه smelly message يبقى هي الsmelly message عندهم هي أساسي في إن هم إيه هي دي كلمة السر دي الشفرة اللي بيستخدموها بينهم بعض كلمة السر اللي بيستخدموها بينهم بعضيهم عشان لما يكون الأكل قليل يروحوا إيه لأ يبعتوا لscout ants تقول لها إيه دوري على طعام أو أول ما هي تلاقي طعام تبعت برضه رسالة تانية أنا إيه خلاص لقيت الطعام طيب والsoldier ants لما هي يكون في خطر برضه تعمل إيه smelly message تمام أقدر يتمنى تكون فاهمين معايا لغاية كده تمام تاني example معانا يا ولاد في الليسون بتاعنا الhumpback إيه whales الhumpback whales ماشي ده نوع من أنواع الحيتان بيعمل إيه الhumpback whales sing إيه under water اللغة اللي بيتواصل بيها مع بعضهم البعض إن هما يعملوا إيه يغني تحت المية sing إيه under water to إيه to communicate عشان يقدر يتواصل with إيه each other عشان يتواصلوا مع بعضهم بعض تمام لما بيغني where they sing a wide range of notes ماشي يغني يعني يعمل أغاني سلسلة من الأغاني كده والنغمات ماشي بيحصل إيه بقى السونجز الأغاني بتاعت الhumpback whales have mean different sounds عنده بيغني بألحان أو نغمات مختلفة بأصوات مختلفة تعتمد على إيه depending إيه السيزون عنده الأصوات بتاعته بتختلف على حسب السيزون اللي بيستخدم فيه نغمة الصوت بمعنى إيه يعني الويلز ما بتبقى الصوت اللي بتعمله النغمات اللي بتعملها في الوينتر غير النغمات اللي بتعملها إيه in summer إزاي in winter في الشتاء بيبقى الويلز محتاج إن هو يعمل meeting season تمام فالميتنج سيزون بيبقى هو عاوز إيه بيصدر السونج بيبقى have a high pitched sound يعني بيعمل أصوات بيكون نغمة الصوت بتاعته رفيعة صوت رفيع زي صوت إيه زي صوت الومن كده زي صوت الإيه الستات كده تمام نغمة الصوت بتاعته بتبقى إيه نغمة صوت رفيعة إحنا عندنا طبقات الصوت في صوت بيبقى رفيع ماشي زي صوت الستات كده وصوت الطيور الصغيرة زي العصافير وكده تمام وعندنا بيبقى طبقة صوت بتكون تخينة اللي هي زي صوت صوت الرجالة والأصوات الضخمة وكده تمام
فهو في الwinter بيستخدم طبقة صوت بتكون إيه high pitched sound ماشي which travel better. الhigh pitched sound دي يا ولاد بتعمل إيه بتبقى عندها travel تنتقل better بتنتقل بطريقة كويسة through مين cold water. طبقة الصوت الرفيعة دي بتتنقل كويس أوي بتنتقل في الإيه في المَيّة الباردة كويس أوي، فعشان كده هو بيستخدمها إيه in winter تمام. لكن لو هو في الsummer أثناء الsummer هو بيعمل إيه feeding. ده بيكون الfeeding season بتاعهم، بيكون ده موسم الإيه الطعام بتاعهم تمام. فهو بيستخدم طبقة الsong بتاعته طبقة الsongs الأغاني بتكون have a low pitched sound. طبقة الصوت بتاعته بتكون تخينة، طبقة عريضة تخينة اللي هو زي صوت الرجالة كده، صوت تخين تمام. ده إمتى بيكون في الsummer. الطبقة التخينة دي بتبقى هي travel better يعني هي بتتنقل كويس جدًا through warm water. هي بتبقى سهل إن هي تتنقل طبقة الصوت دي من خلال المَيّة الدافية تمام. يعني الصوت التخين عندهم بيبقى سهل إنه يتنقل في المَيّة إيه الدافية. في الصيف طبعًا لمّا بيكون الجو حَر المَيّة هتبقى دافية، عشان كده الصوت الدافي الصوت العريض عندهم بيبقى سهل النقل إن هو يتنقل يعني ويسمعوه بقية الحيتان مع بعضهم كده أثناء الصيف تمام. فهمت الفرق بينهم. يبقى في الwinter بيكون هو بيعمل meeting season وبيعمل إيه بيبقى محتاج إيه يعمل high pitched sound. ليه عشان ده بيكون travel better بينتقل بسهولة وبطريقة جيدة في الcold water تمام. المهم تبقى عارف المقارنة دي تمام. in summer بيبقى ده الfeeding season بتاعهم تمام. ده موسم التغذية بتاعهم وبيبقوا عايزين إيه زي الأغاني بتاعتهم بتكون أو الأصوات طبعًا إحنا قلنا بيعملوا أغاني عشان يتواصلوا مع بعض تمام. بيصدر صوت بيكون إيه low pitched sound بيكون طبقة الصوت تخينة زي صوت الرجالة زي ما قلنا تمام. ليه اشمعنى الصوت التخين عشان ده بيكون مناسب travel better through warm water. ده بيكون مناسب أحسن إن هو يتنقل بسهولة في المَيّة الدافية. وطبعًا المَيّة الدافية دي عشان عشان المَيّة سخونة الحرارة بتاعة الsummer بتخلّي المَيّة بتبقى دافية في الصيف تمام. هنا الnotes بيقول لي إن الhigh pitched sound الصوت اللي هو إحنا قلنا صوت بيكون رفيع دوّة such the sharp voice زي الصوت الحاد بتاع مين الwoman اللي هو الصوت الرفيع ده بتاع الwoman زي صوت الستات والبنات تمام. الlow pitched sound ماشي الصوت العريض ده والتخين such the rose voice ماشي of man زي الصوت الخشن زي صوت زي صوت الرجالة تمام. خلاص عرفنا الفرق ما بين الصوتين بيستخدم ده إمتى ويستخدم ده إمتى تمام. خلاص كده يا ولاد يعني كده إحنا عرفنا إن الants بتعمل إيه عشان إن هي تعمل communication مع بعضهم يتواصلوا عن طريق smelly message. طيب والwheels بتعمل إيه إن هي بتبقى تعمل song بتعمل أغاني بنغمات مختلفة على حسب الseason عشان يقدروا يعملوا communication ما بينهم وبين بعض تمام. كده إحنا عرفنا طرق التواصل ما بين نوعين من الanimals اللي معانا في الlesson بتاعنا. تعالوا كده يا ولاد نشوف مع بعض إزاي حاولنا إن إحنا نفهم نستفيد من الناتشر من الطبيعة إن إحنا نقدر نعمل تكنولوجي تنفعنا نستخدمها إحنا كهيومنز إزاي نستفيد من الناتشر حوالينا. استخدمنا إن الباتس الخفافيش use sound in some purpose بعض الأغراض بتاعتهم بيستخدموا فيها الsound. إحنا قلنا إن الباتس من الحيوانات اللي هي بتستخدم الصوت بتاعها بتعتمد في الصوت بتاعها عشان تدور على الطعام وكده. فاكرين لما كنا أو لما خدناه في lesson قبل كده. فهنا بنستخدم هو الباتس بيعمل communicating ماشي بيعمل تواصل with each other طبعا عن طريق مين الsound. بيعمل تاني getting information about their surrounding بيجيب معلومات عن البيئة المحيطة بيه بيستخدم hearing sense. ده اللي استخدمنا أو اللي اتكلمنا فيه في الليسون اللي فات قبل كده تمام. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض how does the bat use its ears بيستخدم ازاي ودانه for echolocation. فاكرين الecholocation اللي هي ان هي ازاي يحدد المكان عن طريق الصدى الصوت ماشي. فإزاي هنا إن نشوف إزاي بيستخدم ودنه عشان يعمل يحدد صدى الصوت to get information about its surrounding in dark.
يعني إزاي بيقدر إن هو يستخدم ودنه في إن هو عن طريق ظاهرة اللي هي زي ما قُلناها تحديد صدى الصوت، عن طريق صدى الصوت ماشي، من البيئة اللي حواليه في أثناء الضلمة. إزاي بيعمل إيه هو بقى؟ هنا الBat أول حاجة بيعمل إيه الBat makes a high pitched sound، بيعمل صوت رفيّع. إحنا قُلنا high pitched sound اللي هو يعني يعمل طبقة صوت كده رفيّعة، تمام، اللي هي قُلنا زي مين، زي صوت الwoman، تمام. تاني حاجة الsound اللي هو عمله ده ماشي، بتعمل إيه hit something بتخبط في حاجة قريبة ماشي the bat ماشي، بتبقى nearby the bat ماشي and reflect بتنعكس، بترجع تاني reflect back يعني بترجع عليه تاني to it in form of echo. إحنا قُلنا إن هو لمّا بيعمل صوت زي شبّهنا وقُلنا في الlesson اللي فات، لمّا أنت تكون واقف في أوضة فاضية وتعمل صدى صوت أو تعمل صوت طبقات الصوت بتاعتك دي بترجع لك كأن في حد معاك في الأوضة تاني بيتكلم معاك، بيرجع لك الكلام من تاني، فاكرين؟ وقُلنا إن هو ده الecho، هو ده صدى الصوت، تمام؟ فهو إحنا قُلنا إن البات من الحيوانات اللي بتعمل الصوت دوّة، بتعمل صوت بعد كده بيرجع له على هيئة echo، تمام. البات بيعمل إيه listen، بيسمع for the echo، بيسمع الصدى ده اللي هو راجع له اللي reflected sound، الصدى بتاع الصوت المنعكس ليه ده اللي رجع له، خلاص. so البات بيعمل إيه know، بيعرف بعد كده knows there is something nearby، يعني في حاجة قريبة منه. يعني هو أول ما بيسمع إن صدى الصوت ده حصل ماشي، أول ما بيسمع إن في صدى صوت هو كده بيتأكد إن في حاجة قريبة منه، فبيبدأ يتعامل يعرف إن في حاجة قريبة منه، سواء بقى إن كان في حد هيصطاده أو إن ده طعام بالنسبة له، دي prey يقدر يصطادها، تمام. فإن هو بيقدر يتعامل كل تعاملاته عن طريق مين الإيكو اللي هو صدى الصوت، تمام. دي إحنا كنا كل ده بنقول مين، إن البات هو اللي بيعمل كده. فجه بقى اللي إحنا التكنولوجيا اللي حاولنا نعملها نستفيد بقى، العلماء فكروا طب ما إحنا نحاول نستفيد من الخاصية بتاعة البات دي، هو كده بيستخدم ودانه وقوة السمع عنده الhearing sense في الضلمة. فالعلماء فكروا إن هم يعملوا إيه، فكروا إن هم يخترعوا ماشي special can يعني عصاية خاصة ماشي، تعمل emits high pitched sound زي مين، زي البات. يعني قرروا إن هم يخترعوا عصاية بتعمل بتطلّع أصوات ماشي، صوت يكون رفيّع كده زي مين، زي صوت البات. طيب العصاية دي هتساعد مين؟ قالوا إن العصاية دي هتساعد الblind person اللي هي اللي هم الأشخاص فاقدين البصر، تمام؟ فإن هم العصاية دي هتساعدهم إن هم لمّا ييجوا يمشوا walking with this special can، لمّا يمشوا ويبقوا مستخدمين العصاية في إيدهم زي الصورة زي ما إحنا شايفين في الصورة كده قدّامنا، الecho بتاع إحنا قُلنا العصاية خلاص بتطلّع الصوت دوّة، فالecho بتاعها الصدى الصوت اللي طالع دوّة ماشي، أول ما هيحصل يروح أول ما يخبط في حاجة يعمل picked up by this special can، العصاية دي تمام، تلقط صدى الصوت. يعني العصاية بتطلّع صوت زي بالضبط البات، لمّا قُلنا البات بيطلّع صوت، فلمّا هيخبط في حاجة الصوت هيرجع له من تاني، فهو كده هيعرف إن في حاجة قدّامه. فنفس الفكرة إن العصاية دي هُم عاملينها بتطلّع صوت ماشي، والصوت دوّة أول ما يكون في حاجة يعني قريبة من الشخص الكفيف تمام، فترجّع تعمل تعمل صدى صوت يرجع تاني العصاية بتلقطه ماشي، special can دي بتلقطه picked up this بتلقط الصوت دوّة تمام، والecho دوّة بيترجم على شكل الecho ده بيرجع للعصاية يعمل turn into vibration، يرجع للعصاية على شكل اهتزازات، زي الموبايل لمّا تبقى ضابطه على وضع الvibration كده، تمام، العصاية تبدأ إن هي تهتز كده في إيد الشخص الكفيف تمام، اللي هو الblind person خلاص، ويبدأ يحس بالاهتزازات دي، فهو كده يقدر يحس إن في يبدأ يحس بيها عن طريق مين، الثumb اللي هو صباع الإبهام بتاع إيده، الإبهام اللي هو صباعنا الكبير يا ولاد، اللي هو الصباع اللي لوحده الصغير القصير ده، تمام،
فهو بيقدر بتترجم له على شكل vibration بيحسها عن طريق الthumb اللي هو صباع الإبهام بتاعه. فهو كده بيعرف إن في حاجة قدامه بيحدد الاتجاهات بتاعته. vibration of special can tell the blind person the direction of لو في أي عوائق أو أي حاجة قدامه، ماشي، فهو بيقدر يميزها ويحسها عن طريق مين؟ عن طريق الspecial can. فهم طبعًا ده اختراع عظيم طبعًا، قدروا إن هم يستخلصوا من الnature، من الطبيعة. هم شافوا كده إن إزاي الباد بيتعامل بصدى الصوت أثناء ما بيكون في الضلمة، فهو إزاي بقى يخلّوا إن برضه الشخص الكفيف إزاي يقدر يشوف وهو طبعًا في ضلمة حواليه، فهو إزاي يقدر يتعامل. فهم ترجموها كده وقدروا يعملوا، طبعًا ده اختراع عظيم من إن هم يقدروا يعملوه عشان يساعدوا الblind person إن هو يقدر يتعامل، يتجنب المخاطر اللي حواليه، أو إنه يحدد الاتجاهات اللي هو ماشي حواليها، ويقدر يتعامل ويعيش عادي من غير ما يحس بأي مشاكل في ال 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 الحاجة اللي هي محتاجها. تمام؟ تعالوا كده يا ولاد مع بعض نعمل مقارنة بسيطة كده الفرق ما بين الspecial can بيستخدمها الblind person، ماشي، والBad. إزاي إيه الsimilarity بينهم، إيه التشابه اللي ما بين اللي كان بيستخدمها الblind person والBad، وإيه الdifference بينهم. تمام؟ الsimilarity التشابه اللي ما بين العصاية اللي بيستخدمها الشخص الكفيف وما بين الBad، إن هُم بيعملوا إيه special can of blind person and bats emit بتصدر أو بتبعث أو بتخرج منها high pitched sound، سواء من مين special can أو من الbats، بيخرجوا صوت كده رفيع، ماشي، زي ما قلنا زي صوت الwoman كده، ماشي، that bounce off object بيتخبط في الحاجة اللي قدامنا وبيرجع على هيئة echo. تمام. this special can and bat receive بتستقبل the echo، بتستقبل الصدى ده that can tell بيخبرهم how far away objects are، يعني بتخبرهم إن قد الحاجات بعيدة عنهم أو مسافة الحاجة اللي حواليهم، يقدروا يتعاملوا يشوفوا إن الحاجة بعيدة عنهم قد وكده. تمام. ده similarity بينهم. طيب الdifference بقى الاختلاف ما بين الspecial can وما بين الbad. الspecial can يا ولاد مالها picked up an echo بتلقط صدى الصوت from the sound it emits، ماشي، بتلقط صدى الصوت اللي هي بيخرج من العصاية دي وبتغيّره وبتعمل changes it into vibration. إحنا قُلنا إن هي العصاية بتعمل صوت، بتعمل high pitched sound، خلاص، والصوت ده بيبقى طالع من العصاية. تمام. وأول ما يكون في حاجة قريبة منه أو في أو في حاجة قدّامه يرجع على شكل يرجع صدى صوت الصوت دوّة. تمام. ويبقى يرجع والعصاية بتلقطه على شكل vibration. برافو عليكم. بيبقى الvibration ده بيعمل can tell blind person بتخبر الشخص الكفيف إنه في objects، في حاجة قدامه أو حاجة حواليه. وطبعًا إحنا قلنا بيحس بيه عن طريق الthumb، عن طريق صباع الإبهام بتاعه. تمام. طيب الباد بيعمل الباد pick up an echo بيلقط صدى الصوت from the sound it emits، هو بيطلع الصوت بتاعه اللي هو اللي قلنا الhigh pitched sound بيخرج من الباد، ماشي، but الباد doesn't change it into vibration. البات ما بيرجعلوش صدى الصوت على هيئة vibration، على شكل اهتزازات، لأ، هو أول ما بيرجع له صدى الصوت هو كده بيفهم إن في حاجة قدامه، سواء كانت prey أو في predator، أيًا ما كان اللي قدامه ده، سواء كان فريسة هو هيصطادها أو في حاجة خطر جاية حواليه، فهو بيميزها عن طريق إن الإيكو بيرجع له، فهو كده بيفهم إن في حاجة حواليه. لكن الblind person بيبقى بيعمل بترجع له على هيئة اهتزازات بتلقطها العصاية دي، والاهتزازات دي بيحسّها بصباعه اللي هو قُلنا الthumb ده، فهو كده بيفهم إن في حاجة قدّامه أو إن هو يقدر يحدد الاتجاهات اللي هو عاوزها. تمام؟ وبكده يا ولاد يكون خلص الlesson بتاعنا، إن شاء الله يكون lesson خفيف وسهل وبسيط، وأرجو أكون عرفت أوصّل لكم المعلومة بأسلوب سهل وبسيط، وأشوفكم على خير إن شاء الله الsession الجاي بإذن الله. يالّا نقول مع بعض: اللهم استودعك ما حفظت، ما قرأت، ما فهمت، اللهم ردّه إلي عند حاجتي إليه.
إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله، أشوفِك على خير إن شاء الله الsession الجاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.